بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقا للفيديو السابق اللي انا سجلته من يومين. النهارده الساعة دلوقتي 2 صباحا، يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025. أنا منذ يومين ثلاثة كده عملت تسجيل إن السوق العقاري المصري السعودي فرصة وتحدي، وكنت بحاول إن أنا أطرح نظرة شاملة على إن هذا المجال مهم جدا لمن يدركه، لمن يستثمر في العقل والكفاءات، كيف يتخذ القرار، كيف يعمل تكتلات، كيف يدرك الفرص والفرص البديلة، ويقدر يستوعب عقلية العميل ونوعه. هل هو مستثمر؟ هل هو طالب خدمة مرة واحدة؟ هل هو مطور بيحاول يعمل عملية دايما يبقى ازاي يقدر يوظف رأس ماله في فكر جديد، فن عمارة مختلف، تصميمات جديدة. كل ده بيندرج تحت أهمية اختيار الكفاءات. في الفيديو ده أنا يمكن من خلال أنا بخش بثوث على التيك توك ومساحات على الإكس، وليا أصدقاء وصديقات شغالين في المجال العقاري في السعودية، وليا معارف في مصر. ببدأ اللي أنا أعمل عملية لينك وربط من خلال فكري التسويقي وتحليلي، لو في ناس بقدم لهم خدماتي في مجال الفكر التسويقي، لكن إزاي أقدر أقرب الفرص دي بشكل تطبيق عملي من خلال القوانين اللي بدأت تطلع ومتجددة. فأنا شايف الموضوع أصبح مواتي ومهم جدا لعملية الربط بين السوقين. شفنا يزيد الركح عمال يعني يعلن على مشاريعه في الساحل الشمالي وفي راس الحكمة والمبيعات اللي حققها، مستهدف العميل العربي الخليجي السعودي. الفرص والقوانين اللي طلعت في السعودية، فكرة تملك الغير السعودي وفكرة تصدير العقار. هنا شيء مهم جدا عملية الربط، عملية المقايدات، عملية طرح الفرص والبدائل على أعلى مستوى. فعملية فن اتخاذ القرار، فكرة بناء الثقة بحيث ان العميل ما يعتبرش اللي هو بيتم استغلاله او بيتم وهمه بحيث يقدر ياخد قرار ثم يتورط. احنا بنشوف في ناس للاسف بتاخد قرارات ثم تكتشف بعد كده كانت قرارات خاطئة، لما ياخد قرض من البنك ثم يحول راتبه، فتحصل اشكاليه، جوده حياه مش عارف يعيش، فيضطر يبيع الوحده بخسائر وعلى ما يسد ديون. هنا فكره البراند الشخصي اللي انت تكون امين، تعرف احتياجات العميل، ما تغرهوش مجرد تخلص معاه الصفقه ثم بتتركه لمصيره. وفي كتير جدا للاسف خدوا قرارات بفكرة الانفعال والاندفاع والثقة الزائدة. ودايما نقول القرارات المكلفة جدا لابد تحتاج لتأمل، تحليل، جمع معلومات صح، شوف البدائل. فهنا بعتبر اللي هيشتغل في المجال ده كل ما يكون أمين وبروفيشنال ويبني براند شخصي ويبني الثقة، ما يبصش بفكرة المصلحة المباشرة، فكرة اللي يعرف العميل ويبدأ يديله البدائل. لأن في الآخر فكرة المنفعة، إزاي أقدر أحقق المنفعة المتبادلة، رابح رابح، العميل يبقى رابحان واللي شغال في المجال يبقى رابحان، ما يبقاش فكرة الوهم وحاجات زي كده. أنا بحاول الفترة القادمة إن شاء الله أحاول أطبق الفكرة ده على أرض الواقع، وأرحب بأي تعاونيات، شراكات في الجانب السعودي. وهنا أنا بعمل عملية متابعة، ناس بتتواصل معايا سواء مكاتب وبروكر او تسويق او اونر او حاجات زي كده، لكن انا بعمل عملية فلترة ثم ابدا اعمل عملية توسيع السوق. يبقى
بعلاقاتي بالاخوه اللي يحبوا، وبس في نفس الوقت يبقى ناس مستوعبه الفكر اللي انا بدور عليه او بحاول ان انا اطبقه، وازاي نقدر نعمل دمج بين السوقين، نعمل اتاحه بشكل اوسع. العميل اللي نستهدفه فكره ان الوعي وليس فكره الاستغلال، فكره طرح البدائل، فكره تقييم الخصوصيه بتاعته ونعرف هو احتياجه ايه، قدراته ايه. فكره الاتاحه حتى لو هو متملك في السعوديه وعاوز يتملك في مصر، ايه اللي يبغاه، حتى لو معهوش فلوس ممكن تعمل عمليه مقايضه، يحصل عمليه ان العقار اللي في السعوديه لو عنده ازيد من عقار مقايضه مع حاجه هيشتريها في مصر، سواء جوه القاهره او على الساحل او في الاماكن الاخرى الواعده. لكن كل ده زي ما احنا بنقول عليه محتاج ناس فاهمه قوي، ناس مش هدفها فكره تحقيق المصلحه الخاصه بشكل مباشر بغض النظر عن مصلحه العميل، قرايه السوق صح، فهم التشريعات واللائحات التنفيذيه صح، النصيحه الصادقه، حتى يبقى في براند شخص حقيقي. السوق مليان بكل اللي بيقدم خدمات، سواء شركات تطوير عقاري او الوسطاء او المسوقين العقاريين او المساهمين او اللي بيوفروا تمويل. واحنا بنشوف دلوقتي المنافسه بين البنوك والمانحين، بنشوف العروض الخادعه او المغريه، ثم تلاقي صاحب اللي خد القرار اتورط. فاحنا هنبص لاكتر من جزئيه. يفضل الناس اللي انا لو هقدم لها خدماتي في مجال التسويق ويكون هي شغاله في نفس المجال، اعمل ميكس بين الاثنين. انا هركز الفتره القادمه برضو على السوق السعودي والمصري في المجال العقاري، بس بمنظور مختلف، منظور فيه نوع من التحليل والتأني، قرايه سوق كويس، عدم الاستغلال، عدم جعل العميل فريسة سهلة، طرح وتحويل العميل لشخص بنبحث عن جودة حياة أولا، تحقيق مصلحته بشكل موضوعي، توسيع البدائل والاختيارات، الإتاحة اللي هو عندما يعيد تاني تدوير المنتج العقاري بتاعه ما يحسش ان هو اتحط في ورطه وبقى فيه ازمه وفيه اشكاليه سواء تمويليه او علشان يتخلى هيخسر خسائر كبيره بسبب جهالته للتشريع، بسبب بيتوهم بحاجات ثم اكتشف بعد كده حاجات اخرى. للاسف في ناس ساعات بتطلع بتتكلم بمنظور مطلق، وفي ناس للاسف بتصدق على طول اي كلام بيتقال. فدائما بنصح سواء اللي بيقوم بتقديم الخدمه يكون امين ومحترف، لان دي هتصب في البراند الشخصي بتاعه. ثم اللي بياخد القرار هيشتري هيحتاج عقار سواء للاستثمار او للاستخدام الخاص بتاعه، لابد ان هو يبذل مجهود، لان هنا القرار مكلف جدا. ودايما نقول التعلم بالتجربه وبالالم، اوعى تجعل نفسك تتعلم بالألم، لأن الألم هيبقى تقيل قوي. فأنا بحاول ان أنا هركز في الفترة القادمة على السوقين، حل المجال كويس، هحاول أنا أختار نفسي منهجية مختلفة عن المتاح، برحب بالتعاون وبالشراكات سواء في الجانب المصري والجانب السعودي. الحقيقة أنا على تواصل وفي ناس بتتواصل معايا سواء شركات في مصر أو بروكر ومسوقين ولهم مكاتبهم، واعرف ناس في السعوديه. لكن الحاجه دي شيء مهم جدا، محتاج التركيز، التحليل، الاختلاف، حتى نقدم شيء متفرد ينفع كل الاطراف، ثم يعود بالفايده على كل الاطراف، من فكره الاتاحه، تحليل الشخصيه، ادراك الاحتياجات الفعليه، ثم حصل او انجاز النتائج او حصد النتائج لكل الاطراف، وتبقى المعادله رابح رابح، وليس فرد بس او جهه هي اللي رابحه وجهه الثانيه تركت لمصيرها بسبب الجهاله او الانفعال او الاندفاع. اللقاء في فيديوهات اخرى قادمه باذن الله، والى اللقاء مره اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.